أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. النهارده بقى ميعادنا مع أول مشروع اتمتع حقيقي هنبنيه سوا باستخدام أداة N8N. بس خلي بالكم، الموضوع مش مجرد بناء وخلاص، لا، احنا هنبني نظام متكامل، نظام بيشتغل لوحده 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. والأهم من كل ده، هنعرف مع بعض ازاي نحول الشغل ده لخدمة نبيعها وتبقى مصدر دخل حقيقي. هي دي بقى قوة الأتمتة اللي بنتكلم عليها، إن الواحد يبني نظام يشتغل بالنيابة عنه. يعني تخيلوا كده، تصحوا من النوم تلاقوا طلبات العملاء اتسجلت والردود اتبعتت، وكل ده من غير أي تدخل منكم. فكروا في كمية الوقت والمجهود اللي ممكن نوفرها. حاجة خرافية بصراحة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو إزاي الكلام ده بيحصل؟ هل ده سحر يعني ولا إيه؟ لا طبعا، دي تكنولوجيا بسيطة، والأداة اللي بتخلي كل ده ممكن هي محور كلامنا النهاردة. الأداة دي اسمها NAN، وهي دي المفتاح اللي هيساعدنا نحول كل الأفكار دي لواقع ملموس. يلا بينا نتعمق أكتر ونفهم إيه هي بالظبط وليه تعتبر الأداة المثالية للمشروع ده. ببساطة شديدة، N8N دي عاملة زي المايسترو اللي بينظم الأوركسترا كلها. من خلالها نقدر نربط بين الفورم اللي على الموقع وملف جوجل شيتس والإيميل، ونخليهم كلهم يشتغلوا مع بعض في تناغم وينفذوا أوامر معينة بالترتيب ومن غير أي تدخل مننا. وأجمل حاجة في الموضوع إن مش لازم نكون مبرمجين محترفين عشان نستخدمها. ودلوقتي وصلنا لأهم جزء، الجزء العملي. يلا بينا نبدأ نبني النظام ده سوا خطوة بخطوة. هنمشي على خريطة طريق واضحة جدا عشان نضمن في النهاية إن كل حاجة تبقى شغالة زي الساعة. خريطة الطريق بتاعتنا بسيطة مباشرة، 4 خطوات منطقية. الأول هنجهز المخزن اللي هنحفظ فيه البيانات وهو جوجل شيت. بعدها هنبني الماكينة نفسها جوه N8N. وطبعا بعد ما نبني لازم نختبر عشان نتأكد إن كل حاجة شغالة تمام. وفي الآخر خالص هندوس على زرار التشغيل ونسيب النظام يشتغل ويستقبل بيانات حقيقية. طيب، أول حاجة في أي نظام أتمتة هي بوابة الدخول. لازم يكون في طريقة نستقبل بيها البيانات من بره. البوابة دي في عالم N8 اسمها الويب هوك أو ويب هوك. تخيلوها كده زي صندوق بريد له عنوان فريد ومميز على الإنترنت. أي حد يبعت بيانات على العنوان ده، نظامنا بيستلمها فوراً. دي هي نقطة البداية لكل حاجة هتحصل بعد كده. تمام قوي، البيانات وصلت عن طريق الويب هوك. بس هل هي كده جاهزة للاستخدام على طول؟ الحقيقة مش دايما. أحيانا بتوصل مش مترتبة أو بأسماء غريبة شوية. هنا بقى بيجي دور الست نود. مهمتها بسيطة جدا، عاملة زي المنظم اللي بياخد البيانات المبعوثة دي، يرتبها، يحط كل معلومة في مكانها الصح ويجهزها عشان تبقى نظيفة ومفهومة للخطوة اللي بعدها. كده البيانات بتاعتنا بقت منظمة ونظيفة. الخطوة المنطقية اللي بعد كده إيه؟ طبعاً إننا نخزنها في مكان آمن ومنظم. وهنا بنستخدم قوة جوجل شيتس. النود الخاصة بجوجل شيتس بتاخد البيانات المترتبة دي وتضيفها كصف جديد في الملف اللي جهزناه في الأول. وبكده كل عميل جديد بيسجل بيكون له سجل خاص بيه منظم وجاهز للمراجعة في أي وقت. كده تمام، سجلنا بيانات العميل، فضل آخر لمسة عشان التجربة تكون مكتملة. نبعت له إيميل تأكيد أو رسالة ترحيب. بنعمل ده عن طريق بروتوكول ال SMTP. بس لحظة واحدة، عشان نضمن أعلى درجات الأمان ما ينفعش أبداً نستخدم الباسورد العادي بتاع الإيميل. جوجل بيوفر لنا حاجة مهمة جداً اسمها آب باسورد. دي كلمة سر مخصصة للاستخدام مع التطبيقات زي N8N بس. كده لو حصل أي مشكلة، الحساب الأساسي بيفضل في أمان تام. تمام جدا، احنا كده بنينا النظام وبقى جاهز وشغال. نيجي بقى للجزء اللي ناس كتير مستنياه، ازاي نحول المجهود ده لفلوس، ازاي نسوق الخدمة دي ونبيعها للعملاء ونعمل منها بزنس. النظام ده على بساطته له قيمة حقيقية في السوق. ممكن نبيعه كخدمة إعداد بتدفع مرة واحدة. السعر المبدئي ممكن يتراوح من 50 ل 150 دولار. طيب ليه العميل هيدفع المبلغ ده؟ لأنه ببساطة بيوفر عليه ساعات وساعات من الشغل اليدوي كل أسبوع، وبيمنع أخطاء تسجيل البيانات. يعني من الآخر بنوفر له وقت وفلوس على المدى الطويل. والأجمل كمان من البيع مرة واحدة هو بناء دخل شهري متكرر. يعني ممكن نقدم خدمة دعم وصيانة شهرية مقابل مبلغ يتراوح من 30 ل 100 دولار. ده معناه إننا هنكون مسؤولين عن أي تحديثات أو لو حصل أي عطل، وبنضمن للعميل إن الماكينة بتاعته دي تفضل شغالة بكفاءة طول الوقت. ده بيضمن لنا دخل ثابت كل شهر، وفي نفس الوقت بيدي للعميل راحة بال تامة.
طيب هنجيب العملة دول منين؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. منصات العمل الحر زي فايفر وأبورك دي نقطة بداية ممتازة، والأفضل كمان إننا نستهدف الشركات الصغيرة اللي حوالينا اللي لسه بتشتغل بالطرق التقليدية، نعرض عليهم الخدمة دي كحل عبقري لمشاكلهم، وطبعا نستخدم حساباتنا على لينكدين وفيسبوك عشان نسوق لنفسنا كخبراء أتمتة. الفرص حرفيا موجودة في كل مكان. قبل ما نختم، في كان نقطة أخيرة ومهمة جدا لازم نركز عليها. النقط دي هتضمن إن كل حاجة تمشي صح، وهتسهل تطبيق كل اللي اتعلمناه. الأمان يا جماعة هو أساس كل حاجة. عشان الشغل يكون احترافي لازم نحمي بياناتنا وبيانات عملائنا. أولاً لازم وأكرر لازم نفعل المصادقة الثنائية على حساب الجيميل. ثانياً نستخدم الآب باسورد دايماً زي ما شرحنا. ثالثاً إياكم تشاركوا الرابط الويب هوك بشكل علني، ده العنوان السري بتاع النظام كله. الخطوات دي مش اختيارية خالص، دي أساسيات الشغل الصح. وعشان أسهل عليكم تطبيق كل ده، جهزت كتاب تفاعلي مجاني. الكتاب ده مش مجرد شرح نظري، لا، ده عبارة عن قائمة تحقق أو تشيك ليست عملية نمشي معاها خطوة بخطوة عشان نبني النظام ده بنفسنا من غير ما ننسى أي تفصيلة. رابط التحميل موجود في الوصف، حملوه دلوقتي. ولو الشرح ده كان مفيد لكم فنتمنى منكم دعوة صالحة بظهر الغيب، ولا تنسونا من صالح دعائكم. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.